أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. جهود لضمان صحة النباتات. جهود لتحسين حياة معاقي الحرب. إشادة بخدمات المحاكم الأهلية في عالدقيح. طلائع القوات الكينية تصل إلى الكونغو الديمقراطية في إطار القوة الإقليمية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد وتهدد برد أكثر غضبا. وجروسي يؤكد تقدم برنامج إيران النووي، وطهران تحذر من تحركات غربية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا مسؤول صحة النباتات في مكتب وزارة الزراعة بالإقليم الجنوبي السيد حاجوس هايلي إلى بذل الجهود المصحوب بالمعرفة العلمية للنجاح الزراعي وحصاد محصول وفير. وأوضح أن المعرفة الجيدة بالحشائش والحشرات والأمراض ومكافحتها بالوسيلة العلمية يؤدي إلى محصول وفير، داعيا المزارعين التوجه إلى المهنيين الصحيين الموجودين في جوارهم والقيام بأنشطة ترتكز على الوعي والمعرفة. وقال إن الحشائش تعمل على خفض الإنتاج الزراعي بنسبة حوالي 45% لمشاركتها المزروعات في المياه والمعادن وضوء الشمس والرطوبة، ويجب على المزارعين إزالتها جيدا حتى فترة الحصاد. وذكر بأن استخدام البذور المحسنة والسماد الطبيعي والتنويع الزراعي من الوسائل التي يعرفها المزارعون، لكنهم لا يستخدمونها كثيرا. قال نائب رئيس جمعية معاقي الحرب السيد فسحية تسفى ميكائيل أن الجمعية تعمل جاهدة لتحسين حياة أعضائها والاعتماد على أنفسهم. وأوضح أن الحكومة والجبهة وكذلك الشعب الإريتري وفروع الجمعية في الخارج الشركاء الأساسيين للجمعية، ويجري العمل بتوسع لمساعدة وتأهيل المعاقين حسب إعاقتهم ومناطق إقامتهم. وذكر المعاقين أنهم ينشطون في مجالات الزراعة وتربية الدواجن والمخابز وتوزيع الوقود والتجارة المصقرة وغيرها، ويقدم لهم التدريب والقروض لإنجاح أنشطتهم. وأشار إلى أن الدعم المرسل من فروع الخارج يسهم كثيرا في تأهيل المعاقين، موضحا بأن صعوبة الإعاقة تأتي من تقدم العمر، داعيا لزيادة العون كما ونوعا. وأفاد إلى تقديم تنظيمات للامرأة الإريترية في ألمانيا والإريتريين المقيمين في كالسروها الألمانية دعما نوعيا مؤخرا ب3 حاويات عن مجموعة بالتوك ABLF هيك ديفيجن، شمل 6000 جوز من العكازات بقيمة أكثر من 60,000 دولار. وشكر الدعم الشعبي في الداخل والخارج لمعاقي الحرب، داعيا جميع الإريتريين للمساهمة في الحراك الذي بدأ عبر مجموعة بالتوك APLF هيك ديفيجن روم لشراء الدراجات النارية المستخدمة للمعاقين. وجهت دعوة لأولياء الأمور للاستفادة الجيدة من رياض الأطفال باعتبارها تمهد للتعليم الأكاديمي والمساهمة في كفاءة الطلاب. وأوضح مدير روضة عادردي الأستاذ إزقام منزرئيت أن رياض الأطفال التي تقدم التعليم قبل النظامي للأطفال من عمر 4 وحتى 6 عاما تمهد الأرضية للطفل والتعرف على محيطه واكتساب الكفاءة للمراحل التعليمية التالية. وذكر بأن عدد الأطفال القادمين إلى التعليم قبل النظامي في انخفاض، ويجب على المجتمع إدراك أهميته وعلى لجان القرى التوعية بأهميتها. أشاد سكان مدينة عالدقيح بخدمات المحاكم الأهلية التي تسهم في حل القضايا بالصلح. وذكر قضاة المحاكم الأهلية أن القضايا تأتي إلى المحكمة الأهلية ويتم حل أغلبها بالصلح، وقلة من القضايا ترسل إلى المحاكم العليا. هذا وتوجد في مديرية عالدقيح 11 محكمة أهلية.
استشهد يوم أمس 16 من نوفمبر المناضل والرياضي برهي غويتوم جبر هواريات المشرف في سلطة مطار أسمر الدولي جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 82 عاما. نشط المناضل برهي في تنظيم طحش السري في أديس أبابا من عام 1970 وحتى عام 1974، ونشط في مهام تنظيمية سرية مماثلة في العاصمة أسمرة عامي 1974 وعام 1975، ليلتحق عام 1975 إلى صفوف قوات التحرير الشعبية، وخدم في مرحلة النضال في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم، وبعد الاستقلال من عام 1991 وحتى استشهاده في الخطوط الجوية الإريترية وسلطة مدار أسمر الدولي. لعب المناضل برهي غويتوم في فترة شبابه في منتخب إثيوبيا لكرة القدم أثناء الاستعمار الإثيوبي، وشارك في المنافسات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لكأس إفريقيا، وكان ضمن اللاعبين الإريتريين الثمانية الأساسيين في منتخب إثيوبيا الذي فاز بكأس إفريقيا للأمم الثالثة التي نظمت عام 1962. وعمل المناضل برهي من عام 1995 وحتى عام 1998 نائبا رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، وهو أحد المشرفين على الرياضة الذين بذلوا الجهد لتكون إريتريا عضوا في السيكافا والكاف والفيفا. وقد وري جثمانه السرى عصر اليوم في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب سلطة مطار أسمر الدولي عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل برهي غويتوم الذي أفنى 52 عاما من عمره في النضال من أجل الاستقلال وبناء الوطن، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. سيداتي سادتي، نواصل نشرتنا الإخبارية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، وصلت مجموعة ثانية من القوة الإقليمية لشرق إفريقيا إلى غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مهمة لدول شرق إفريقيا لإحلال السلام في هذه المنطقة المضطربة، بينما تتواصل المبادرات الدبلوماسية. ووصلت المجموعة الثانية من الجنود الكينيين إلى غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما واصل متمردو حركة 23 مارس هجومهم على المنطقة. وأنزلت طائرتان للجيش الكيني نحو 60 عسكريا في غوما بعد 4 أيام من وصول الوحدة الأولى المكونة من نحو 100 عسكري كيني، وفق ما أفاد مراسل فرانس بريس. وكان البرلمان الكيني قد أجاز في 10 من نوفمبر نشر نحو 900 عسكري في إطار هذه القوة الإقليمية. وينتقد العديد من الكونغوليين قوة الأمم المتحدة لعدم فعاليتها في القتال ضد نحو 120 جماعة مسلحة تنشط في شرق البلاد. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد في أحدث عملية إطلاق للصواريخ. وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان. من جانبها أكدت اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا، إذ أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن خطوات بيونغ يانغ بما يشمل عمليات الإطلاق المتكررة لصواريخ باليستية تهدد السلم والأمن في بلدنا والمجتمعين الإقليمي والدولي. وكانت بيونغ يانغ قد أكدت في وقت سابق أن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها سيصبح أكثر غضبا، متهمة إياها بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة. كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن البرنامج النووي الإيراني يظهر تقدما كبيرا، وأن الوكالة تلاحظ ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم. في المقابل، حذرت إيران مما سمتها إجراءات أمريكية وأوروبية غير بناءة خلال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية. وانطلقت أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر لمدة 3 أيام. ومن
المتوقع أن يبحث المجلس ضمن أعماله مدى التزام إيران بتعهداته النووية وتعاونها مع الوكالة. وقالت مصادر دبلوماسية إن المجلس سيناقش مشروع قرار يدين ما وصفته بعدم تعاون إيران مع الوكالة بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها. وأضاف الجروسي في تصريحات قبل انطلاق الاجتماعات أن وقف العمل بكاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية زاد من نقاط الغموض بشأن الأنشطة الإيرانية. في النبأ الأخير، أكدت أوكرانيا وتركيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما في خطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة. وأفاد وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوباركوف أنه سيتم تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما. من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، مؤكدا على أن المنظمة الدولية ملتزمة بالكامل بإزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي. وتعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم، ومنعت الحرب الأوكرانية الروسية تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها، إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين ختاما للنشرة. جهود لضمان صحة النباتات. جهود لتحسين حياة معاقي الحرب. إشادة بخدمات المحاكم الأهلية في الدقيح. في الأنباء العالمية، طلائع القوات الكينية تصل إلى الكونغو الديمقراطية في إطار القوات الإقليمية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد وتهدد برد أكثر غضبا. وجروسي يؤكد تقدم برنامج إيران النووي، وطهران تحذر من تحركات غربية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.